السلام عليكم الناس الكل ومرحبا بكم في استيزون. في هذا الفيديو باش نحكوا على الديربي الكبير متاع غدوة بين الملعب التونسي والترجي. قبل ما نبدو في تحليل الماتش والتشكيلة نحب نغتنم الفرصة ونقدم تهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك. إن شاء الله رمضان مبروك علينا وعليكم والمسلمين الكل، وخاصة للعائلة الترجية. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وإن شاء الله يكون شهر خير وبركة وانتصارات، والله ينصر الترجي. تو ندخل في موضوعنا اللي هو الدربي هذا ماهوش ماتش عادي، خاصة في الوضعية الحالية للبطولة. الترجي عنده زوز ماتشات ناقصين، وتو في الترتيب النادي الافريقي هو الاول. اذا الترجي يربح الماتش هذا ينجم يطلع المرتبة الاولى بفارق زوز نقاط، واذا يربح الماتش اللي بعده زاد ينجم يوسع الفرق ويعمل اسبقية مريحة في الصدارة. يعني الماتش هذا ينجم يبدل شكل البطولة الكل، والمسؤولية كبيرة على اللاعبين. بالنسبة لوضعية المدرب مازال ما فما حتى امضاء رسمي من المدرب الجديد. كان فما حديث عن المدرب الفرنسي ذو اصول جزائرية باتريس بومول اللي حكينا عليه في الفيديو السابق، اما الاتفاق النهائي مازال ما صارش. حسب الاخبار فما اختلافات على بعض الشروط. هو يحب يجيب الستاف الكل متاعه، يحب يوضح الامور الماليه، ويحب ضمانات في حاله فسخ العقد مع الترجي. وزيد قبل هذا من وقت اللي كان يدرب المنتخب الانغولي كان فما فسخ عقد، وكان فما شرط جزائي مع المنتخب الانغولي، وما زال مش واضح شكون باش يتحملوا. اما كيف نعرف هذه التفاصيل هذه تبقى اداريه وما تهمناش ياسر. والمهم هو الماتش غدوه ان شاء الله. غدوه يعني الفريق باش يقود المدرب المؤقت كريستيان براكوني اللي ادى اداء ممتاز في المباريات السابقه، واللاعبين لازمهم يكونوا مركزين 100% في وسط فوق الميدان. بالنسبه للتشكيله المحتمله حسب رايي، في حراسه المرمى كالعاده باش يكون بشير بن سعيد. في الدفاع رجوع مهم للجداسي اللي باش يكون مع التوغاي كقلوب دفاع. على اليمين منافسه كبيره بين كيتا ودراجر، اما شخصيا نشوف انه دراجر هو الاقرب نسبه، خاصه انه في المهاجمين من قدام نستحقوا 3 جانب، ومع التوغاي باش يكونوا 4، وما نجموش نلعبوا ب5 جانب في البطوله التونسيه. في وسط الميدان حمزه رفيع شفناه في الماتش اللي فات، اما بدنيا مازال مش حاضر 100%، لذلك النجم ما يكونش اساسي. الاقرب حسب رايي باش يكون شهاب الجبالي مع معز الحاج علي وحسام دقا. وسط الميدان سيكون تونسي 100%، وفيه توازن بين القوه والضغط. في الهجوم بنسبه كبيره سيكون دانو مش دياكيتي، بأنه دانو سجل في الماتش اللي فات وأدى أداء ممتاز. نشوفوه هو الأقرب يكون أساسي. على اليمين الجزائري كسيل أبو عالية، وفي البنك عودة ينصاص، وعلى اليسار جاك ديارا اللي قاعد يقدم في أداء مردود ممتاز في الفترة الأخيرة. هذه هي التشكيلة المحتملة حسب رأيي، وطبعا كل شيء نجم يتبدل قبل ضربة البداية. الدربي معروف بالضغط بالأعصاب والتفاصيل الصغيرة اللي تنجم تحسم النتيجة. إذا الترجي يدخل مركز وما يضيعش الفرص ينجم يربح ويرجع للصدارة. نستنى رايكم في الكومنتات قداش تتوقعوا النتيجة وشكون ينجم نشوفوا رجل المباراة. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك باش توصلكم كل فيديوهات جديدة. رمضان مبروك مرة أخرى، وعاش الترجي.